يلا نعمل مع بعض كده كيكة تساعد الأولاد في المذاكرة بقى وتدفيهم. أسهل كيكة ممكن تعمليها، تجيبي 4 بيضات. 4 بيضات كده، تروح واخداهم وكسرهم واحدة بواحدة. طبعا تكوني جايبة البيض من مكان موثوق منه، لا إما تعملي له بقى الاختبار البيض إن انت تعملي واحدة واحدة في كل مرة في طبق طبق لوحده. ده طبعا من بقى الموثوق منه، فاحنا على حسب بقى ايه الرغبة، ممكن تعمليهم لغاية 6 بيضات، بس انا شايفة ان 4 بيضات هما كويسين. حط ال4 بيضات عليهم بقى كيسين فانيليا كده، حاجة في السريع، حاجة سهلة كده تساعدهم بقى وضغط الامتحانات جاية اللي هي بتاعة الميد تيرم وكده، فلازم ايه نساعد الاطفال. طالما ابنك بيذاكر فانت تشجعيه، حاجة حلوة بدل ما تجيبي له شيبسي وكاراتيه والحاجات دي. انت اعملي له كده، قومي برضو دفي نفسك، الحركة بتدفي، فانت قومي بقى دفي نفسك كده واعملي حاجة حلوة دي. تضربي كده مضرب بيض عادي خالص، هضربه. وبعدين هتروحي جايبة السكر حسب الرغبة، السكر حسب الرغبة. انا طبعا هما بيحبوا الحاجة المسكرة، احنا عايزين نديهم طاقة. هي من كوباية الا ربع، من كوباية الا ربع لكوباية ونص. انا هحط كوباية ونص سكر. ادي كوباية، حسب برضو دي من ونص ل3، حسب بقى ما المواد السائلة تاخد منك، تاخد معاكي. يعني في ناس بتحط المواد السائلة حسب الدقيق اللي عندها، يبقى عندك بقى لبن كتير وبيض كتير. انا عشان بعملها على طول فانا عارفة المقادير بتاعتي. هتربي جامد كده في السريع كده، بس تحاولي تدوبي بقى السكر عشان يبقاش يبان في الكيكة محبب. شوفي، يعني مثلا مضرب البيض بقى دوت اليدوي، لو انتي ايدك سريعة يبقى احسن من الكهرباء. يعني شوفي، على طول على طول اهو رب البيض وبقى جميل وحلو. هتبتدي بقى تحطي بقى الزيت عندك بقى حسب ما انتي بتقللي بقى المواد الدهنية. هو ياخد نص كوباية زيت، انا هحط نص كوباية زيت. حاولي بقى تجيبي زيت نظيف عشان ما تبقاش غامقة معاكي، بس هو ده بقى المتوفر عندنا. احنا بنعمل الموجود، بنشجع نفسينا وحاجة صحية في البيت بدل ما تجيبي بقى الكيكات اللي بره. كله ورا بعض كده. انا بحس ان المضرب السيليكون بيرب البيض او يعني استعماله بيبقى حلو جدا، يعني اقرب للمضرب الكهربي لو عملتيه بسرعه يعني. احنا كده اول ما يفتح معاكي البيض كده كده خلاص، هنبتدي نعاير بقى الدقيق حسب بقى الماده السائله اللي عندنا دي، نعتبرها الماده السائله. اول ما يدينا قوام معين اوريهولكم وانا بعمل، يبقى خلاص بقى ويتحط. اسهل حاجه تعمليه، ادي كده كوبايه، تحاولي تكبسيها عشان المعيار. ادي كوبايه، واحده واحده كده. تقلبي اول كوبايه وتقلبي. احنا برضو نسينا نحط اللبن عادي، واحنا بنقلب كده نحط اللبن، ويبقى عارفين ان احنا حطينا ايه كوبايه. انا بحط من 2.5 ل3. ادي الكوبايه التانية، وفاضل لي بقى ايه نص او كوبايه كامله حسب الايه اللبن. فانا احط كيس لبن بخيره كامل، يعتبر نص لتر. لا نص لتر، نص لتر. وبقى كعب مني، احنا نحاول نلم مش نحط اللبن لا احاول ايه الم التقيل.
شوف مضرب فعلا السيليكون احسن من المضرب اللي هو السلك 100 مره. ابتدي بقى ايه، احط اللبن واقلب، احط اللبن واقلب. يبقى احنا فاضل لنا كوبايه دقيق حسب بقى ما عايزه العجينه منه. احط شويه واقلب. يبقى احنا حطينا البيض، وبعدين حطينا الفانيليا، وبعدين حطينا السكر، وبعدين حطينا الزيت. حطيت نص كوبايه زيت، يبقى 4 بيضات وكيسين فانيليا وكوبايه ونص سكر ونص كوبايه زيت. وحطيت لغايه دلوقتي كوبايتين دقيق، وانا احط بقى اللبن حسب ما تظبط معايا العجين. انا بقى هحط لي بيكنج باودر في الوقت ده. احط كيس بيكنج باودر كامل، عشان طبعا الدقيق دوت مش مغلف، دقيق سايب من العطار عادي. اي حاجه احطها اروح مقلباها على طول. حطيت بقى، احط اللبن حبه بحبه. انا كده حطيت كوبايتين دقيق لغايه دلوقتي. شويه اقلبهم. احط بقى كوبايه الدقيق بتاعتي. انت بقى لما تحطي شويه نص الدقيق، نص كميه دقيق، او يعني او تلتين الدقيق، وبعدين كوبايه الدقيق الاخير في الاخر، هيظبط معاكي عشان طعم الزيت ما يبقاش باين في الكيكه. طعم الزيت لو انت هتستعملي زيت ما يبقاش باين، يبقى طغي فيها طعم اللبن. حاولي تكتري اللبن في الكيكه لو عندك الزيت مش قد كده يعني. انا كده احط كوبايه دقيق كمان معايا الكوبايه بالظبط. امشي يا ذبابه، الذباب مبهدلنا. بدأ لسه برضه لسه عايزه دقيق، عشان انا كترت اللبن عشان يضيع طعم الزيت، وحاجه تغذي الاولاد يعني، بيبقى فيه بيض وفيه لبن. كمان نص كوبايه دقيق. يبقى كده خدت مني قد ايه، 3 كوبايات ونص دقيق. كده بقى ايه، شوفوا طالما نزل ما يتقطعش معاكي يبقى كده ايه، قوامه كويس. هبتدي بقى اجيب الصينيه ونصب فيها. هتجيبي صينيه وتدهنيها زبده لو عندك احسن، او زيت، وتروحي حطاها بقى وصباها، وتروحي برضو تسيبيها شويه كده وتكيها كده جامد عشان ما تبقاش مفرغه من جوه. هنحطها من نص ساعه لتلت ساعه حسب فرن كده على درجه 180. هندخلها الفرن ونرجع نشوف. الكيكه خدت تلت ساعه بالظبط. نبتدي نقطعها، وتحفه خالص يا جماعه. نقطع مع بعض بقى ونشوف بقى ايه السوا بتاعها وطعمها بقى. خليكوا على طعمها. حاجه سهله وبسيطه. عندك الزيت والسكر بتاع التموين موجود، مش هيكلفك الا 20 جنيه. ولو بيض عندك كرتون البيض هتجيبي الحاجه دي ب20 جنيه. والف هنا وشفا للي نقطع حته حته كده. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، حاجه من بيتك جميله وهشه. ب4 بيضات وكام، و3 كوبايات ونص دقيق، حسب بقى ما انتي المقدار، حسب افراد اسرتك تعملي. بصوا ما شاء الله، حاجه جميله. وجبتي بقى اي كيكه جبتي اي كيكه من السوبر ماركت مش تبقى بالمنظر ده. شوفي بقى عدي كام حته.
بصوا هشة ازاي وجميلة. دي بقى كام قطعة، هتفرحي ولادك مع كوباية بقى شاي بلبن، هتبقى تحفة 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 يا جماعة. وألف هنا وشفا عليكم. شوفوا ما شاء الله، حاجة نظيفة من بيتك، مش زي حتى الحلويات اليومين دول نلاقيها لها طعم مختلف. بسم الله ما شاء الله، وألف هنا وشفا. بصوا يا جماعة، حاجة تشرف وجميلة، وممكن تعمليها في عزومة، وألف هنا وشفا عليكم. اللي يحب يا جماعة الكيكة اللي أنا عملتها دي، أو يحاول يعملها وعجبته، يعمل لي لايك وشير فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.